بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جات لي فكرة حلوة كده في إعادة التدوير. واحنا عارفين طبعا إعادة التدوير مش بتقف على الأعمال الفنية وبس، لا احنا عايزين نتعلم إعادة التدوير في كل شيء، في المطبخ، في الأشغال الفنية، في الدولاب، في أي حاجة عندنا في الدولاب ملهاش لازمة ممكن نعمل لها إعادة تدوير. أي حاجة في المطبخ نعمل لها إعادة تدوير. فالنهاردة بقى جات لي فكرة حلوة قوي وأنا بعمل الأكل. النهارده كنت بعمل سمك، فاتبقى معايا شويه الدقيق ده. في فيديو معانا في القناه بيتكلم عن الدقيق اللي باقي من السمك، ماشي. فده بقى ده حاجه تانية خالص غيره. عندي هنا شويه دقيق اتبقوا من تتبيل السمك، بعد ما حطيته طبعا وحمرته، فاتبقوا معايا شويه الدقيق دول. فجات لي فكره بصراحه حلوه، قلت بدل ما اعملها فطيره عاديه، في ناس كتير بتعمل الدقيق اللي باقي بتعمله كده بالميه وتحط عليه التوابل بتاعتها وتعمله فطيره عاديه، فطيره سمك. لا انا عندي بقى النهارده الفطيره مختلفه خالص. يعني انا في فيديو هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، فطيره السمك العاديه بالدقيق اللي باقي من قلي السمك. النهارده بقى الفطيره دي مش عاديه، الفطيره دي انا ضفت عليها اضافات جديده، هتبقى فطيره جديده هنسميها فطيره السمك. فطيره السمك بتاع الفسيخ شربات او بتاعه قناه منال مصطفى. فاحنا هنشوف مع بعض حصري لاول مره على قناه الفسيخ شربات. الدقيق اللي اتبقى معانا اهو، حطينا عليه ايه؟ حطينا عليه معلقه كمون، معلقه ملح على حسب الملح اللي انتوا عايزينه، معلقه كمون، معلقه كزبره، معلقه ملح، كل التوابل اللي نفسك فيها بتاعت السمك تحطيها. عايزه تغيري لونها حطي بابريكا، حطي اي حاجه، بس انا بحب احطها كده بيضه زي ما هي. الجديد بقى هنا حطينا ايه؟ حطينا معلقتين رده، حطينا معلقتين رده معانا. انا هنا حطيت الرده اهي ليه؟ انا عندي رده اهيت، حطيتها ليه؟ وهقول لكم معلومه جميله للرده، عشان في ناس بتشتكي ان الرده بتسوس عندهم، بيفتحوها يلاقوا فيها سوس لما بتقعد فتره. انا هقول لك تحتفظي بالرده ازاي في فيديو تاني بعد كده. فاحنا هنا حطينا معلقتين الرده معانا والملح وكزبره كمون فلفل، كل التوابل اللي نفسك فيها هتحطيها. وبعدين نعملها. نسيت اقول لكم احنا عايزين نديها مذاق تاني، هنحط عليها معلقه كمون، اقصد معلقه توم، معلقه توم هنحط بقى معلقه التوم وهنربها، وهنرجع تاني نشوف هنعمل فيها ايه. حطينا هنا بقى التوم بتاعنا، يعني يا دوبك طرطفه المعلقه كده توم، وبنربها كده بالميه لحد ما نشوف القوام بتاعها. طبعا احنا ده الدقيق اللي هو مكان تتبيل السمك، مكان تتبيله السمك كده، ده الدقيق عشان ياخد الطعم. وطبعا الكمالة بتاعته ان احنا هنحطه في الزيت اللي قلينا فيه السمك عشان الطعم يبقى اقوى واقوى. فاحنا كده معانا اهوت دقيق كده اهيت. العجينة بتاعتنا بقت جاهزة، بقت جاهزة. واحنا سامعين السمك عمال يتقلي ورا هنا في الطاسة. على فكرة انا بعمل طاسة مخصوص لقلي السمك، يعني مش الطاسة الاساسية هي اللي بنعمل فيها كل حاجة، والسمك كمان لا، السمك ليه طاسة لوحده صغننة كده على قده. فايه، هديكوا شوية معلومات حلوة تباعا ان شاء الله. خليكم معايا واعملوا اشتراك بس وفعلوا الجرس، هيوصل لكم معلومات كتيرة في الفن والبيت وكل حاجة. واللي عندها سؤال في اي حاجة تسيبهولي في المطبخ او في اي حاجة، وانا ان شاء الله هجاوب لها عليه. كده خلاص العجينة بتاعتنا جاهزة اهيت، العجينة بتاعتنا جاهزة. عليها قلنا ايه؟ قلنا الملح والثوم، ملح وثوم فلفل، كزبره كمون. انا مش حابه الفلفل، مش حابه توابل اكتر من كده. كده هتبقى جميله معانا. نحطها بقى في الزيت ونيجي نشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. احنا هنا كده قسمنا المقدار بتاعنا اللي كان في الطبق هنا، قسمناه على مرتين. ليه بقى؟ عشان الفطيره ما تبقاش كبيره وتبقى تخينه، فانا هعملها على فطيرتين. انا هنا اهوت فردتها. الزيت اسود مني على الاخر عشان كنت معليه النار. فنصيحة لما تيجوا تقلوا أي حاجة بالذات السمك ما تعلوش النار، خلوها على الهادي عشان الزيت تحتفظ بيه. طبعا احنا عارفين الزيت قد ايه غالي، فنحتفظ بيه، لأن كل ما تعلي كل ما الزيت بيعمل زي السبيرتو ويتبخر معاكي ويطير. فتوطي النار على الآخر ونصبر في الوقفة شوية ونستحمل. بس الطاسة بتاعتنا أولا مش هتبوظ معانا وهتفضل بيضة كده وحلوة طول ما النار هادية، وفي نفس الوقت بنحتفظ بالزيت، وفي نفس الوقت برضو الأهم إن الزيت ما يغيرش لونه زي كده.
هو غير لان انا استعجلت وعليت عشان ايه احط لكم الفطيره تتفرجوا عليها. فاحنا هنشوف مع بعض كده بعد ما تتحمر من تحت ونقلبها ونشوف النتيجه بتاعتها هتبقى عامله ازاي. الفطيره ايه بعد ما طلعت، انا كان قصدي فطيره والله بس مش عارفه ليه هنا طلعت دبدوبه وهنا طلعت حاجه كده شكل الحمامه او ايه مش عارفه. فهي ايه، انا كان قصدي فطير بس هي فطير برضو، بس مش مهم الشكل، المهم ان هي طلعت فطيرة زي ما احنا شايفين كده بالمكونات الجديدة اللي احنا قلنا عليها، جميلة مقرمشة، مقرمشة وجميلة جدا، طعمها حلو قوي قوي وجميلة. فتدوير الخامات زي ما قلنا مش بس في الاشغال الفنية في المطبخ، كمان طعمها مش قادرة اقول لكم عامل ازاي، طعمها جميل جدا. فان شاء الله اعمل لكم افكار كتيره في المطبخ برضو في تدوير الخامات، بس تابعوني، تعملوا لي لايك وتعملوا شير، تشيروا الفكره، تشاركوها مع اصحابكم، وتعملوا وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واللي عنده اي سؤال في المطبخ في الاشغال الفنيه في اي حاجه يسالوه لي في التعليقات وانا هجاوبكم عليه. هستنى بقى تعليقكم واشتراككم واللايك بتاعكم. شكرا، كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.